بصوا يا جماعة القرص دي شكلها عامل ازاي، طرية وهشة وريحتها مالية المكان كله. بس السر هنا بقى مش في العجن ولا في السمنة، لا، السر هنا في حاجة بسيطة جدا جدا الفلاحين بيعملوها وبتخلي القرص تخمر معاكي بسرعة وتطلع كده بالظبط حتى لو في عز البرد. شايفين شكل القرص؟ شكلها لوحده يفتح النفس، طرية وهشة كده والريحة طالعة تجنن. القرصة لما تكسريها كده تلاقيها عاملة طبقات من جوه وطرية كأنها قطن. السر هنا بقى في الخميرة اللي بنربيها من بالليل، او زي الفلاحين ما بيسموها في بعض البلد كده المرة بضم الميم. بتربي بقى الخميرة ازاي؟ بتربي الخميرة زي ما انت شفت كده بقى. انا هنعمل كمية صغيرة، هعمل نص كيلو، بحط ربع كوباية من الدقيق، ربع كوباية من المية، معلقة خميرة كبيرة، وكمان بتحط ربع كوباية كده من السكر، ونضربها كده بالشكل ده، ونغطيها بقى من بالليل للصبح او من حوالي 3-4 ساعات. دي بقى بتخلي القرص تخمر بسرعة وتطلع بطراوة وطعم حكاية حتى لو في جو البرد. زي ما انت شفت قوامها كده، لا سايبة ولا ماسكة قوي. بنغطيها ونسيبها زي ما قلت لك طول الليل في مكان دافي او 3-4 ساعات. نجيب بقى العجين بتاعنا. معايا نص كيلو من الدقيق، حطيت معلقة صغيرة او نص معلقة بالمعالق المعيارية ديت بيكنج باودر، رشة بسيطة من الملح. ومعايا هنا السمنة، دي سمنة على زيت او سمنة بس. انا حاطة سمنة بس. حاطة قد ايه؟ نص كوباية ناقص حوالي معلقتين. ونبدأ نبس الدقيق كويس قوي كده، نغلف كل حبيبات الدقيق بالسمنة. تمام. هنفرك بقى على ايدينا. شفت البس بقى بيبقى ازاي؟ بنمسك ايدينا كده حبة دقيق على ايدينا كده، ونبدأ نفرك ما بين ايدينا بالشكل ده لحد ما اغلف الدقيق بتاعي كله بالسمنة. الكيلو دي يا بنات انا على طول متفقه معاكم ان كيلو الدقيق بياخد في القرص كوبايه الا ربع من السمنه. انا هنا حاطه في النص كيلو نص كوبايه ناقصه حوالي معلقتين. تمام. وطبعا هنا هنعجن بايه؟ هنعجن بلبن رايب، بما ان بقى عاملين قرص فلاحي بجد تحفه. ومتفقين برضو وقاعده ان النص كيلو بياخد كوب ونص من اي سوائل. بما انك هنعجن باللبن الرايب، شايفين بقى تربية الخميرة عاملة ازاي؟ انا عشان انا عاملة كمية صغيرة يا دوبك سبتها حوالي ساعتين بس، عملت بالشكل ده. لو سبتيها بقى وعاملة كمية كبيرة هتلاقيها بقى علت وملت البولة كلها خميرة. هنبدأ نحط بقى الخميرة اللي احنا كنا مربيينها من حوالي ساعتين، وحطينا قد ايه؟ كوباية لبن، كوباية لبن رايبة. وهنبدأ نحط نص كوباية. وزي ما انا قلت لكم دايما النص كيلو دي بياخد كوبايه ونص من السوائل، سواء عجنت بميه سواء عجنت بلبن رايب لبن حليب. هو نص كيلو دي بياخد كوبايه ونص على طول سوائل. هنبدا نعجن بقى فيها كده لحد ما تبقى بصي عجينه ناعمه كده بالشكل ده. زي ما انتوا شفتوا يا بنات، انا لما جيت حطيت السمنه ما حطيتهاش كلها، سبت كده معلقتين كده على جنب اهم. ده بقى هعجن، دي بتخلي العجينه حلوه جدا. في نهايه العجين كده ببدا احطها، بتخلي وش القرص بيلمع لوحده. وزي ما انتوا برضو شفتي وانا بحط الخميره، بتلاقيها كده مش مليانه قوي، فيها فقاقيع كده وريحتها بتبقى حلوه. دي بتدي العجين طراوه وخمر والتخمير الحلو اللي حتى لو انت في عز البرد. ودلوقتي نعجن كويس القرص بقى، نعجن لحد ما تبقى طريه كده زي ما انت شايفه، وما بتلزقش ولا ناشفه. وملمسها كده عامل ازاي؟ العجينه كده تمام طريه وبتتمط كده معانا شويه بشويه. نبدا نغطيها ونسيبها ترتاح حوالي بالظبط. انا سبتها حوالي نص ساعه، مش هسيبها كتير. ليه بقى؟ مع ان الجو برد، احنا في جو الشتاء، بس الحركه اللي احنا عملناها دي بتاعه تربيه الخميره دي بقى اللي بتخلي القرص بتاعتك في حته تانية خالص، وبتخمر بسرعه جدا. وتتفاجئوا بقى النتيجه. شايفين؟ نص ساعه بس واحنا في جو برد خلت العجينه بالشكل ده. من السر اللي احنا عملناه اللي الفلاحين وحبايبنا واهلنا كلهم بيعملوه، وهي تربيه الخميره، او بمعنى اصح في مناطق بيسموها المره او المره، ان بتربي الخميره. تمام. يا رب اكون قلتها صح. هنبدا بقى ننزل كده بالعجينه بتاعتنا ونقطعها قطع صغيره. القطعه قد ايه؟ القطعه انا عاملها حوالي من 50 ل 60 جرام. النص كيلو هيعمل لي 18 قرصه بالميزان. تمام. انا عامله كده من حوالي 50، تيجي معايا 55 60 زي ما انت تحب. عايزه تكبريها تصغريها براحتك. هنبدا بقى. بصي بقى الحركه دي هتخلي معاكي القرص فيها طبقات كده، وفيها كده اللبه اللي بيبقى في قلب القرص دي. تمام. ان انا بمسك العجينه كده وهبط خمرها، وابدا كانك بصي اهو بفتحها والمها تاني. خدي بالك من بعض خطوات، ولكن والله هتطلع معاكي القرص تحفه.
هنخلص كل بقى القرص بتاعتنا نكورها او نقرصها بمعنى اصح. شايفه ما شاء الله القرص كده انا بحبها لا كبيره قوي ولا صغيره قوي. القطعه كده بنشكلها بايدك كده، شايفين تبقى كوره كده ناعمه، والقفل كده او المقفوله بتبقى تحت. تمام، بخليها كده مقفوله من تحت، نبدا نفتحها ونلمها تاني. دي بتيجي تخبزيها بقى بتبقى مرتفعه كده، وتديكي شكل حلو كده مفرغ كده من جوه. تمام، نسيبها بقى بينهم مسافه صغيره عشان ترفع شويه، ونبدا بنفردها وما بتلزقش في ايدينا ولا حاجه. بصراحه شكلها كده يفتح النفس، تحس كده انك عامله حاجه كده فلاحي اصيله كده من ريحه الجدود بتاعت زمان. هخلص كله بالشكل ده كده. طبعا كل ما العجينة بتاخد وقتها في التخمير، كل ما القرصة كده بتطلع معاكي هشة ومفرغة من جوه كده، وطعمها بيبقى خيال. شايفين على الميزان يا بنات؟ لو ما عندكيش ميزان مفيش مشكلة، اعمليها قد الحجم كده اللي انت عايزاه، قد طماطمية كده اللي هي الوسط كده. تمام، ما شاء الله هتعمل لك كمية حلوة، نص كيلو هتعمل لك كمية حلوة. ولكن عايزة اقول لك انك انت لو عملتيها بنفس الطريقة دي، كتري الكمية او ضعف الكمية، بجد هتطلع روعة. هنبدأ نقطعها كده قرص على قد 50 60 زي ما قلتلك كده. هنخلص كله بالشكل ده ونبدأ بقى نغطيها. تمام، واول نسيبها بقى ترفع شويه، يعني ترفع حوالي بقى 10 دقايق، مع اننا في جو برد، ولكن الحركه اللي احنا عملناها بتاعه تربيه الخميره دي مخليها بصي بتترفع على طول. نبدا نفتحها، ولا محتاجين عجله ولا نشابه ولا عجله خبيز ولا حاجه، بايدينا كده، لان العجينه جميله ومنطويه كده وطريه، وفي نفس الوقت ما بتلزقش. انا حاطه صينيه دهنها دهنه بسيطه جدا جدا من الزيت، وبدات بقى ايه افرد القرصه واحط كده في قلب الصينيه، وبين كل واحده والتانيه سيبي مسافه، لان هنسيب القرص في قلب الصاج بتاعنا يخمر كمان. شايفين بايدينا وبنفردها، لا رفيعه قوي ولا تخينه قوي. انا بحب افردها كده، يعني لا بتبقى سميكه قوي ولا رفيعه قوي. ليه؟ عشان تبقى كلها تستوي، تبقى طريه ومن جوه كده وخفيفه كمان. بجد القرص دي تحفه يا بنات، والله لو عملتوها هتدعولي. تمام، شايفين بعد ما خمرت بعمل ازاي؟ بفرد كده من جوه على بره واضغطها كده اهو. انا قربت لكم الكاميرا بايديا كده، بتفردي كده ببطن ايدك عشان بس صوابعك ما تكونش متعلمه فيه. تمام، وهنحطها بقلب الصاج اهو. هعمل معاكم كمان واحده. لو لسه اول مره بتشوفوا قناتي، يا ريت تشرفيني وتضغطي على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، عشان لما انزل اي فيديو جديد يجيلك اشعار بيه. وده كل القرص معايا، هسيبها بقى حوالي قد ايه؟ سبتها حوالي بالظبط ربع ساعه. شفتوا بس الكميه او المده اللي انا بسيبها بتفرق غير اي قرص تانية. ليه؟ عشان الحركه اللي احنا عملناها في الاول. وبعد مرور بالظبط ربع ساعه لقيتها ضعفت حجمها، بولع الفرن على درجه حراره 200 وادخلها الفرن. ومن وقت للتاني كده ببدا، خدت قد ايه في الفرن؟ خدت بالظبط 10 دقايق في الفرن. وبقلب كده الصاج عشان تطلع كلها لونها موحد بالشكل ده. شايفين يا بنات؟ ما شاء الله منفوخه وهشه كده، ووشها كده محمر كده ولونه ذهبي. تعالي بقى نكسر قرصه كده، يا سلام، حلو قوي. الهشهشه كده من جوه وطريه وخفيفه ومفرغه، تحسي كانها معموله في الفرن بتاع الفلاحين بتاع زمان. بصراحه السر كله في تربيه الخميره اللي احنا عملناها في الاول. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تدعموني باللايك الجميل. اشوفكم